تغير المشهد. أصبحت أكياس الحليب معروضة على الأرصفة، لا طوابير طويلة ولا عناء للمواطن في اقتناء هذه المادة. كنا نوضع 4 أصبع باش نشريوها وكذا، من هذاك الحمد لله تنوضع 9 10 الاخر كاين الحمد لله. هاو كيما البارح كاين الفوق لتحت، وين تروح تلقاه؟ ودرك الحمد لله راه كاين ماكش ولا شينا وما كانش الحمد لله. لو واحد الشهرين هكا ونص رحمة ربي كاين جا ندي واش نحب. ارتياح كان ثمرة مجهود كبير لعمال إنتاج الحليب والعينة من مصنع بئر خادم بالعاصمة. La production journalière moyenne elle est de 500 000 jours. لتر بيان سور لتر نتاع حليب مقنن في الساعة 40,000 لتر في الساعة. عندنا 2 آلات نتاع التعقيم، كل آلة لا كاباسيتي نتاعها راهي بواحد 20,000 لتر حليب في الساعة. إنتاج كبير يتطلب توزيعا عقلانيا ومدروسا لتغطية متطلبات الزبائن. هذه الفترة هذه كمية الحليب اللي تعطى لنا يتم راهي لاباس بها متوفرة، وما كانش هذيك كان الضغط اللي كان عندنا من قبل هذاك نقص علينا بالكثير بعد ما انه تم تنظيم السوق. كنا 20% دوكا رانا 100%، كمية كافية والمواطن يقضي الحليب تاعو في كل وقت. رانا نجو نشارجوا الكميه اللي نحبوا ندوها. هذا التوفير جاء يعني ثمرة لمجهودات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتوفير هذه المادة لوسعة الاستهلاك. وضع قانون يعني مكافحة المضاربة، هو قانون صارم يجرم كل المضاربين بهذه المادة. ندرة الحليب أزمة افتعلها المضاربون، لكن الدولة سنت مجموعة من القوانين تصل حد السجن ول30 سنة. وتوفر الحالة من داروا القانون الدولة دوك الحمد لله. مجهودات كبيرة والهدف واحد، خدمة المواطن.